500 من ولادها اللي بيتعلموا في مصر ويرحلهم للصين عشان رئيس الصين عايز يجي يزورنا، فلازم نقدم فروض الولاء والطاعة، الخسة والندالة اللي بقت في كل حاجة في مصر. ده ناهيك طبعا عن الغلاء اللي عايشين فيه المصريين ومطحونين، ده احنا كمان بنتآمر على الجميع. الطلاب دول يا جماعة أنا عرفت منهم ناس في مصر وشفتهم، الناس دي ممكن القرية كلها تبيع اللي عندها علشان تبعت واحد يتعلم الدين. أقول لك تاريخهم بسرعة ويا ريت تستحملني. سنة 91 هجريا وصل الإسلام للمنطقة الوسطى في آسيا، منطقة اسمها تركستان. سنة 91 وصل قتيبة بن مسلم الباهلي ودخل الإسلام للمنطقة دي. في نهاية العصر الأموي عملوا ديوان اسمه ديوان لغة الترك، وأسلم خاقان المنطقة يعني حاكمها، كان اسمه أسطق بغرة خان، سمى نفسه عبد الكريم خان وأسلم هو وكل اللي حواليه. واليوم ده أسلم شعبه كله، أكتر من 250 ألف قبيلة، عفوا 250 ألف خيمة. بيقدر عدد اللي أسلموا في اليوم ده حوالي 1.5 مليون، وكانت لأول مرة في التاريخ يدخل 1.5 مليون إنسان إلى الإسلام. فضلوا 900 سنة، 900 سنة دولة مستقلة. تعالوا معايا هنا اهو، تركستان الشرقية دي هم هنا، دي مكانهم، دي مكانها، بيسموها دلوقتي شينكيانج أو سينكيانج يعني الأرض الجديدة. تم احتلال أرضهم سنة 1949 بعد سقوط الخلافة وبعد احتلال في فلسطين. سينكيانج. الجزء الثاني اللي هو تركستان الغربية احتلته روسيا، الجزء ده احتلته الصين. الجزء الثاني الاتحاد السوفيتي أو روسيا قسمته على الأساس العرقي، كلمة أيغور دي القبيلة. عملوا التانيين بدأوا يقسموا تركستان الغربية، فبدأ يظهر عندنا دول زي تركمانستان، يعني دولة التركمان، ستان يعني أرض، تركمانستان يعني أرض التركمان. بدأ يظهر عندنا دولة زي في الدول الثانية اللي موجودة في المنطقة دي، كازاخستان، كرغيزستان، طاجيكستان، ده بيقسموها تبع القبيلة. قبيلة الطاجيك تبقى طاجيكستان يعني أرض الطاجيك، أرض الأوزبك، أرض الكازاك. إلا المنطقة اللي احتلتها الصين، شينكيانج، تركستان الشرقية، بيتكلموا عن حوالي أكثر من 30 إلى 45 مليون مسلم. مش عارفين نجيب العدد بالظبط علشان ببساطة الصينيين منعينهم من الخلفة ومنعين من العرب من زيارتهم ومنعين إن هم يتكلموا. المنطقة دي يا جماعة بمنتهى البساطة فضلت تحكم بالإسلام لحد سنة 1949 لما احتلتها الصين، الثورة الشعبية الشيوعية اللي بدأت وظهرت واحتلت المنطقة دي كلها. المنطقة دي كلها منطقة سينكيانج حوالي 1,700,000 كيلو، 1,700,000 كيلو، تقريبا قد ليبيا، قد مصر مرتين الا ربع تقريبا. بس الحاجات اللي فيها، الثروات اللي فيها كتيرة جدا، كتيرة جدا. لو تسمعوا عن بلاد ما وراء النهرين، نهر سيحون وجيحون عندهم في بلادهم، بلد غنية جدا، عندها 8 أضعاف البترول اللي موجود في منطقة الخليج، عندها 132 نوع من المعادن في الأرض دي، عندها مناطق ملاحات تكفي العالم كله 10 قرون في منطقة سينكيانج، عندها ثروة زراعية وسمكية. اللي حصل بعد ما الصينيين احتلوا تركستان، جابوا العرق الصيني، العرق الصيني أو الجنس الأكبر في الصين اسمه قبائل الهان دول بدأوا يوطنوهم هنا، فتراجع عدد المسلمين وأصبح حوالي 70%، دلوقتي بيتكلموا في 60%. منعوهم من الصلاة، كان عندهم 16,000 مسجد، أشهر مدنهم ختن، أورومجي، ونورلق، دي مدن تركستانية. أورومجي هي العاصمة، عاصمة الإقليم. كل دول بيعانوا من التغريب بقى، شالوا أو هدموا أكثر من 7,000 مسجد، بقوا 6,000 أو 9,000 مسجد موجودين في المنطقة دلوقتي. ممنوع انك تقرأ القرآن، ممنوع تتكلم بالعربي، ممنوع تسمي ابنك بالعربي، ممنوع انك تروح تحج، ممنوع حاجات كتير. حتى المسلمين الصينيين اللي اسمهم تونكان عندهم مشاكل مع الناس اللي في الأيغور. الأيغور هم قبائل تركية. تركيا مش بس تركيا اللي احنا فيها، لا، تركيا دي المنطقة دي كلها هي كمان اسمها تركيا، أو دي مواطن الترك الرئيسية. تمام؟ طيب الناس دي
انا افتكر صديق منهم بقول له انتوا بتعملوا ايه عشان تتكلموا عربي؟ بيتكلموا عربي، بيتعلموا عربي. قال لي نحن نحفر تحت الارض هكذا ونجلس بالمساء ونتعلم اللغه العربيه، لان يا اخي كل شيء يهون الا الاسلام. ده كان صديقي اللي من نورلق من تركستان الشرقيه. دلوقتي الناس دي تعرضت لمشاكل كتيره من بعد 11 سبتمبر. التمويل اللي كان بيجي من المنظمات والمؤسسات السعوديه لتعليمهم توقف تماما، ولكن هم مصرين على التعليم، بيجوا الى الازهر. عملت ايه انت في الازهر؟ امبارح عبد الفتاح السيسي قبض على 500 طالب تركي من تركستان الشرقيه من حاملي الجوازات الصينيه بصفه ان هم مواطنين صينيين بصفه الاحتلال يعني، وبيتم تسليمهم الى الصين. بيتم تسليم المواطنين المسلمين الاتراك التركستانيين الى الصين. لمصلحه ايه؟ لمصلحه ان العماله اللي في المنطقه. وكأن عبد الفتاح السيسي مش مكفيه اللي بيعمله فينا، بل بقينا بنصدر الخسه والنداله، ويعاني منها مش المحيط العربي بس، وكمان المحيط الاسلامي. هنتكلم في الموضوع ده في حلقتنا النهارده، وهنتكلم في موضوعات كتير في الاخبار.